لسنا في بغداد ولا في القاهرة ولا في الرياض، نحن هنا في ولاية تكساس الأمريكية. ولاية تكساس المترامية الأطراف التي تحتضن مهرجان العراقيين هذا اليوم بمناسبة فوز المنتخب الوطني العراقي بمونديال كأس العالم وتأهله للتصفيات. متابعينا أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة وبودكاست صوت العرب من تكساس. ضيوفنا الكرام، اليوم نفرح نعم، لكن أيضا نثبت شيء مهم، أن الجالية العراقية قادرة أن تكون يدا واحدة، قادرة تصنع الفرح، قادرة ترفع اسم العراق في كل مكان نقولها في القلب. مبروك للعراق، مبروك لشعبنا، ومبروك لكل عراقي يرفع رأسه اليوم فخرا بهذا الإنجاز. يلا دقت الغابة انزع بالعمارة، دقت الغابة انزع بالعمارة، البصرة بس تقول دمار كل هالصوت، البصرة بس تقول دمار كل هالصوت، لو نحن صقارة لو نحن صقارة. متابعينا الأعزاء، حلقة اليوم هي عن احتفال العراقيين بتأهل منتخبهم الوطني لنهائيات مونديال كأس العالم واللي أقامته مؤسسة العراقيين في دالاس تكساس. وكان حاضر الحفل الجمهور العراقي والمشجعين، واللي من ضمنهم مسؤول رابطة المشجعين في الولايات المتحدة، واللي أمن اتصال هاتفي مع رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، واللي بدوره تحدث بشكل مباشر مع الجمهور. أشكر جميع الجماهير التي ساندت المنتخب في مونتريال، واللي كانت هي اللاعب رقم 12، واللي كان له تأثير كبير على هذا الأداء الراقي اللي قدمه نجومنا الأبطال في هذه المباراة. يتوجهون بالدعاء الى الله سبحانه وتعالى رافعين اياديهم من اجل تحقيق هذا الحلم، فلله الحمد والمنه على ما تحقق. وبالتالي يعني انا حقيقه لا يسعني في هذه اللحظات الا ان اتقدم بجزيل الشكر والامتنان اليكم على دعمكم لمنتخبكم الوطني. ان شاء الله نلتقي اعتقد يا اما في ميشيغان او شيكاغو باذن الله يوم 5/6 راح يكون هناك معسكر للمنتخب الوطني في ميشيغان او شيكاغو، وستقام مباراه مع كوت ديفوار ان شاء الله يوم 9/6، وبعدها ننتقل الى ويست فيرجينيا المقر الدائم للمنتخب الوطني. فأنا متأكد أنه احنا راح نحظى كأنه ما احنا في بيوتنا. وفي بلدي الحبيب في الداخل أنه وهم سعيدين وفرحانين بما تحقق من الإنجاز. فشكرا لكم. ابنك عراقي لو حكى يسكت الكون، يعني النتيجة انخصمت وراح يخسرون. تحذير اخير نذره للي يلعبون، لا تتعبون ارواحكم ما تغضبون. لك عيني داده ويلي داده شلون داده، داده ابنك كالاسد من طبعه اليهود، جاب جول وحطها بالتسعين فيهم.
طبعا الجمهور العراقي حاليا يشغل موضوع المنتخب الوطني بشكل كبير وكيفية مؤازرته بالمباريات الجاية وتشجيعه، لكن للأسف الكل ينصدم بأسعار التذاكر اللي ضاعفت 10 مرات وأكثر، فأقل تذكرة تنباع الآن ب$1000 وأكثر، وهذه الأسعار ما أظن الجمهور العراقي راح يقدر يشتريها ويوصل للملاعب. لذلك نشوف مواقع التواصل الاجتماعي مشتعلة بحديث التذاكر وكودات الحجز اللي حيرت الجمهور، واللي يتمنون من الاتحاد العراقي لكرة القدم أن يتدخل ويحل المشكلة. نحتفل بالفوز الكبير الذي حققه منتخبنا الوطني العراقي بقيادة الكابتن عدنان رجال رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، ونؤكد أن هذا الفوز ليس فقط نتيجة مباراة، بل هو رسالة توحيد لكل العراقيين في داخل وخارج الوطن. نحن كجالية عراقية في الولايات المتحدة الأمريكية نؤكد دعمنا المستمر لمنتخبنا الوطني وفي كافة المحافل الدولية. طبعا الحفل بدعم عدد من أصحاب البزنس العراقيين اللي أمنوا المكان والفرق اللي أحيت الحفل وجهزوا من مطاعمهم العراقية وجبة العشاء للجمهور الحاضر. أول شيء نشكر المنتخب العراقي اللي فرح العراقيين وهاي متعودين عليها، كل كم سنة لازم يسوونهم فد موقف حلو يفرحونا به. ثاني شيء هذا التجمع الأخ علي والسيد وسام واني وياهم رتبنا كل شوية إن شاء الله حلو ندعم به منتخبنا، ندعم به المشجعين اللي بالأمريكا، وإن شاء الله نقول للفريق نحن منتظرينكم هنا. نحن اليوم ما شاء الله مجموعين جمعة ولا أحلى بالغربة، نشوف كل العراقيين مهتمين بهذا المناسبة اللي فوز تقدم كأفرة، فهي فرحة كلش كبيرة. منظمين وداعمين للحفل اللي تقيمها مؤسسة العراقيين في دالاس وشركة AMT Express، نهنئ المنتخب الوطني بالفوز الكبير والصعود لنهائيات كأس العالم، ونشكر الكابتن الكبير عدنان درجان على جهوده اللي قدمها للمنتخب. اليوم عندنا أكثر من 500 شخص جايين لهذه الحفلة مناسبة الفوز، وإن شاء الله دائما الفوز للمنتخب العراقي والأفراح للعراقيين في كل مكان. فيروز باقي لهم قال عراقيين بس كوتن ونهائيات كأس عالم، فيروز سامير ونوفوشي. طبعا الجمهور تفاعل جدا مع فقرات الحفل الجميلة، وحتى الصغار اللي ما يعرفون شنو القصة قضوها لعب رياضة على أنغام الموسيقى الحماسية. الشباب هنا أيضا ما قصروا بمساعدة المنظمين بترتيب الحفل، والعوائل العراقية أيضا شاركت ولو بشي بسيط يمثل هذه المناسبة. عملت كيكة، والكيكة هي عبارة عن أرض الوطن، لأنه كان اللون الجوزي يمثل الوطن الأرض، والخضار يمثل الملعب. هذا التراب أنتج هؤلاء من الملعب 11 لاعب استطاعوا بتكاتفهم وجهودهم الجميلة أن يقدموا لنا فرحت ملايين العراقيين، الحمد لله والشكر. وإحنا هنا في دالاس تكساس يعني نشكرهم من هذا الموقع، ونتمنى لهم إن شاء الله دوم الفوز والتفوق دائما، وإن شاء الله نكون وياهم في كل مكان يتواجدون فيه. نوقف هنا نسوي سكان للناس بالكيو ار كود، لأن سوينا ريجستريشن لازم نعرف العدد الكامل الناس موجودين. تقريبا عندنا 500 شخص جايين. طبعا هذه الاحتفالات تأكد إنه مهما بعد الشخص عن وطنه يبقى يترقب بغربته، كل شيء يدور بهذا البلد
كي يشارك أهله مشاعرهم بالفرح بالحزن لا سمح الله. وهذا دليل على أن الغربة عمرها ما غيرت حب الإنسان لوطنه أو الأهل وناسه. أحبتي متابعي بودكاست صوت العرب من تكساس، وإلى هنا تنتهي حلقة هذا اليوم. تقبلوا تحياتي محدثتكم إيمان بلال، وفي أمان الله.